تعال أقولك على سر المخلل المشكل البيتي بطعم أحلى من الجاهز وأضمن بكتير. الخضار بتاعنا عبارة عن جزر وخيار وقرنين فلفل كده حامي وقرنبيط. ببدأ أجيب الجزر كده وأغسله كويس جدا وأقشر القشرة الخارجية، وبعد كده أقطعه حلقات، وبعد كده أقطعه صوابع بقى بالسكينة المشرشرة دي. تقدري برضو تقطعيه كده بالطول، وبعد كده تقطعيه بقى بالسكينة المشرشرة دي. خلطنا كل الجزر. عايزة اقول لكم السكينة دي بتدي شكل مش طبيعي وحلو قوي. قطعنا الخيار برضو حلقات بسمك 1 سنتي، والقرنبيط بدأت ان انا افصصه الوردات بتاعته كده، وهاتي شكل القرنبيطة اللي تبقى الوردات بتاعتها كده حلوة وبيضة. وخلصنا كل الكمية بالشكل ده. عندنا بقى 5 ليمونات كده، هشيل البذر بتاعهم كده وابدأ ان انا اعصرهم. عايزة العصير بتاعهم. عندنا فلفل رومي احمر، وعندنا ورقتين من الكرفس مغسولين كده وبقطعهم وافرمهم في الكبة كده فرم ناعم. انزلي بقى على الخضار بمعلقتين من حبة البركة والخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة، هتديها طعم حلو قوي. عندنا بقى لتر من المية السخنة المتعقمة، وسيبيها تبرد. عليهم 4 معالق من الملح الخشن، وعليهم معلقة من السكر، ومعلقتين من الخل، وعصير الليمون اللي احنا عصرناه، ومعلقتين بقى من اللي احنا ضربناهم في الكبة من الفلفل الرومي الأحمر. أنا هنا مستخدمة 2 لتر من المية، عليهم 8 معالق ملح. وبكده المحلول بتاعي بيكون جاهز. برطمان عندك بقى نضيف كده ومتعقم بالخل ومفيهوش ولا نقطة مية، وانزلي بقى بالخضار بتاع المخلل كده واكبسيه كويس، وانزلي بقى بالمحلول اللي احنا عملناه. غطيه بقى بالمحلول، وبعد كده حطي معلقتين من الزيت كيس تلاجة بقى واقفليه كويس جدا. شايفة الجمال والحلاوة؟ الألوان تجنن. بعد أسبوع بقى كده وافتحي عليه واستمتعي بأحلى مخلل مقرمش مستوي طعمه يجنن، ملحه مظبوط خطير. شايفة الجمال؟ جربوه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.